بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم حبيبة قلبي، نتمنى ان شاء الله تكونوا ديما بخير يا ربي. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم بقلاوة اكسبريس بالقطايف سهلة، مقادير مضبوطة على حساب بلاطو، طول تاعه 30 والعرض 24، تجي معسلة وبنينة لسهراتكم الرمضانية. يلا نشوفوا طريقة التحضير مباشرة مع بعض. نبدو بعجينة البقلاوة. نجيب واحد الزلافة ندير فيها 2 كيسان تاع الفارينة، الكاس يرفد 220 مليلتر مع ملعقة صغيرة فانيلا ورشة نتاع الملح اكيد. نخلط المكونات الجافة بهذه الطريقة، ومن بعد هنايا نضيف حبة بيض كاملة تكون مخفوقة اكيد، ونكبها ونضيف عليها هنايا 5 مغارف كبار زبدة دائبة ولا سمن. نخلط المكونات الجافة بيدية من المستحسن بهذه الطريقة. من بعد هنا راه عندي خليط بين الماء والمزهر ونلم العجينة تاعي، وتكبوا تدريجيا باش ما تغلبش عليكم العجينة، ونخليها ترتاح قد اللي ترتاح قد اللي تسهل عليكم العملية في التوريق. وهنا اخواتي غادي نخليها ترتاح ونروحوا نحضروا الحشو. الحشو هنا اخواتي كيما تبغوا ديروا بالكاوكاو، تبغوا ديروا باللوز. انا غادي نديرها بالكاوكاو. هنا جبت 400 غرام تاع كاوكاو بلا قشور محمص ومدشش، يعني يجي كونكاسي، مع كاس تاع سكر ناقص اصبع. قلت لكم الكاس اللي نعتمد عليه في الوصفه هو 220 مليلتر، مع ملعقه صغيره نتاع لافاني. نخلط المكونات الجافه بهذه الطريقه. تبغوا تزيدوا القرفه تبغوا ما تزيدوش اختياري، انا غادي نخلي غير كيما هكا بيسك غادي ندير فيه المزهر. ثم نضيف عليه هنايا كاس الشاي نتاع زبده دائبه بارده، نخلط جيدا ونضيف عليه هنايا المزهر. هنا المزهر درت ابوبخي، هنا جاتني المزهر واحد الكاس نتاع لاتاي نتاع المزهر. هنا تجي تفتلوها كيما تفتلوا الطعام. هنا المزهر ضفناه باش يذوب لنا هذاك السكر في وسط الكاوكاو بهذه الطريقة، ونخليه يرتاح ونمشو نجيبو هنايا القطايف. بالنسبة للقطايف هنايا غادي ندير على حساب 600 غرام نتاع قطايف. هنايا غادي نفتتها بهذه الطريقة، وسرعت الفيديو باش ما نطولهش عليكم بزاف، دونك تحلوها كيما هكا. وهنايا غادي نضيف الزبدة الدائبة. في الاول ضفت على حساب كاس الشاي نتاع الدهان، من بعد حليتها وكان خاصني نزيد. ضفت الحاجه الاولى هنا ضفت عليها 4 مغارف تاع المزهر باش تجيني هذيك الريحه تاع المزهر فيها، ولا عندكم لاباطا من تاع المزهر ديروا خلطوا بشويه مزهر. هنا اخواتي راكم تشوفوا الزبده دائبه زدت دوبت، دونك هنا شحال جاتني في 600 غرام تاع قطايف، جاتني نص كاس نتاع 220 مليلتر زبده دائبه. والقطايف شحال ما تندوهم بالزبده ولا بالسمن، يعني تيدموهم يجوا مزيتين، شحال ما تنجح لكم الوصفه وما يجوش يابسين، يجوا مقرمشين وبنان. وهنا من بعد ما نديتها كاع بالمازهر وكيما شفتوا والدهان نخليها على جنب ونروحوا نبدو بالمونتاج. الحاله الاولى جبت البلاطو تاعي اللي قلت لكم عليه، راكم تشوفوا ذوبت هنا الزبده، دهنت البلاطو تاعي مليح مليح. وضروري ضروري جدا تخلوا البلاطو تاعكم الدهان يولي يابس ينشف كاع، كي شغل يولي يابس ناشف نخليه على جنب. نمشو نخدموا العجينه نتاعنا. هنا نجيبوا العجينه على طاوله العمل، نديرها على شكل بوده بهذه الطريقه، نرش المايزينا اكيد، نقسم العجينه تاعي على 3 قطع متساويه. ما عرفتش تقصون قطع متساويه عينكم ميزانكم ديروا الميزان. نجيب العجينه الاولى ندير المايزينا اكيد، نحل العجينه تاعي بهذه الطريقه غير شويه على شكل لا فورم نتاع البلاطو اللي عندكم.
غير شويه كيما انا عندي مستطيل دونك حليتها غير شويه هكا. ندير المايزينا ونخليها على جانب. نعاود نجيب شويه تاع المايزينا ونحل العجينه الثانيه بهذه الطريقه. نديرها قد العجينه الاولى ونديرها فوقها، وندير المايزينا اكيد باش ينجح لكم التوريق. نخليها على جنب ونزيد العجينه الثالثه والاخيره. ونديرها فوق لاباط الدوزيام. ودروك شا نديرو اخواتي؟ نبدو من الوسط ونحلو بهذه الطريقه. تحلوها مليح مليح، ومره على مره قيسوا البلاطو باش ديروا نيشان. هما اكيد غادي يطلعوا الحواف نتاع العجينه على المول. غادي نزيد نحلها غير شويه. وهنا من بعد ما حليتها كاع اخواتي غادي نلمها في الرولو ونقلع لها الزوائد نتاع المايزينا. نجيب المول تاعي نحط هاد لاباط ونعدلها من الداخل مليح مليح. ندير في الحواف اكيد. من بعد نجيب الحشو نتاع الكاوكاو اللي خدمناه. قلت لكم تقدروا ديروا في بلاصته اللوز، اختياري. انا كان عندي الكاوكاو درته. نديره على شكل متساوي بيديا. من بعد ندير بالملعقه، بظهر الملعقه نضغطو غير بشويه باش يجيني نيشان. من بعد نجيبو هادوك القطايف. هادوك القطايف كاع كيما راهم 600 غرام. ما تقولوش باللي زعما ما غاديش تجي مقوفلي ولا غادي تخرج. لا، غادي تجيك شغل درتو طبقه صغيره باسكو علاش غادي يذوبوا القطايف. دونك ندير كيما هكا بقى نضغط بيديا. ومن بعد نكبه كاع هكا. ودروك نجيبو اخواتي واحد الساشي. نجيب مول واحد اخر صغير ونضغط كيما هكا باش يشد لي لا فورم. هنا اخواتي غادي نقلعوا هذوك الحواف نتاع العجينه كيما هكا. ومن بعد نروحوا نقسموها. هنا كيما تبغوا تقسموهم صغار تبغوا كبار. انا درتهم دونك كل واحد طرونش تاعه. قصيتها بهذه الطريقه. اكيد شدوا بيديكم باش القطايف ما يتفتوش. وما اصلا كنا ضغطنا يعني ما غاديش يتفتوا، ضغطنا عليهم بالبلاطو. نعاود ندير ديك الساشي ونضغط مليح مليح اللي طلع لي شويه. وهنايا ذوبت شويه تاع الزبده ولا السمن قلت لكم اختياري. ونبقى ندهن من الفوق باش تجينا هذاك اللون الذهبي من الفوق. هم اخواتي بالنسبه للكوشه راني شعلتها غير من تحت ودرت بلاطو نتاع الكوشه ودرت عليه هذا البلاطو. دونك من الفوق راها طافيه. حنا غادي نقصوا الغاز نخلوها طيب لكم. من بعد ما طيب لكم وتشوفوا الجوانب حمارو شديروا طفوا الكوشه من تحت، تهودوا البلاطو تحت وتشعلوا من فوق باش تحمر. وها هي اخواتي امامكم كيما راكم تشوفوا. من بعد ما حمروا الجوانب قلت لكم شعلت من الفوق وخليتها تحمر. هنا بالنسبه للعسل هنايا راه عندي 600 غرام نتاع العسل تكون بارده. البقلاوه راها حاميه تاع القطايف والعسل بارده وتوك تتشرب. وضروري اخواتي تخلوها تبات ليله كامله. انا خليتها باتت ليله كامله عاده من بعد قسمتها امامكم.
وهنا اخواتي من بعد ما بيتها ليله كامله زيدتها بلي سيغيس كونفي والكاوكاو اللي فيه ملون غذائي اخضر مع لاباطاو تاع البيستاش، ونقسم قدامكم امامكم واحد الطرونش. صراحه جات بنينه معسله نيشان سوا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها حبيباتي، وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسوش ديرونا لايك لا فيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.